بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ كده خلينا نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عشاق الأكلات السريعة بقى يجمعوا لي هنا النهاردة بقى إن شاء الله بإذن الله هنعمل أكلة بجد. الأكلة دي هتبهركم من كتر ما هي سهلة وسريعة وموفرة وكمان اقتصادية جدا. هنعملها النهاردة من غير فرن ولا بيض ولا سمنة ولا زبدة كمان، وهنعملها كمان من غير كريم شانتيه ولا بسكوت. يعني الأكلة ديت مش هتكلفك أي حاجة خالص، من كتر ما هي سهلة وبسيطة ومش هتكلفك اي حاجة وولادك هيحبوها جدا، مش هتبطلي تعمليها وبجد طعمها يجنن. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ياريت تحط لايك وتشترك في القناة وتعملي شير للفيديو وتضغطي على الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. ويا رب كده، يا رب يا رب كل ايد تنزل اسفل الفيديو وتضغط على كلمة اشتراك وتشترك في القناة. يا رب يا رب الايد دي تلمس الكعبة وتلمس قبر سيدنا محمد السنة دي، يا رب يا رب يا رب. اللهم امين اللهم امين عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ. اول حاجة انا عندي حلة، الحلة دي فاضية خالص تمام كده. الناس اللي بتحب، هنزل في الحله ديت اول حاجه بكوبايتين من اللبن. ادي اول كوبايه، دي تاني كوبايه تمام كده. هنزل عليها بكوبايتين من اللبن وهكملها ميه، يعني كوبايتين او 3 كوبايات من اللبن، وهنزل عليها ب4 كوبايات من الميه تمام كده معايا. خلوا بالكم بس ان اللبن لسه سخن معايا، هقول لكم ليه. بعد كده هنزل عليها برشه من الفانيليا، وبعد كده بعد ما انزل برشه من الفانيليا هنزل عليها بقى بمعلقتين من جوز الهند. جوز الهند ده بخلي الاكله دي في ناحيه تانية. عايزين تنزلوا بيها تمام، مش عايزين تنزلوا بيها برضو عادي براحتكم يعني. بعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من السكر، وهقلب ده كله بالمضرب اليدوي كده تقليبه كويسه خالص. قلبيها لعندي لما ده كله يدخل مع بعضه كده. شوفي السكر بتاعها مظبوط ولا لا. بعد كده هجيب طبق وهنزل ب6 معالق من النشا. طب يا بسمه ليه ما نزلناش بالنشا على اللبن والميه على طول؟ لان لسه قايله اللبن سخن، فلو نزلت بالنشا على طول اللبن النشا هيكلكع معايا. بعد كده فبجيب طبق وبحطه لوحده. لو انت اللبن بتاعك بارد انزلي بالنشا على طول على اللبن. طب بس لو مش بارد حطيه في طبق لوحده كده وانزلي عليه بربع كوبايه من الميه ودوبيهم، وبعد كده انزلي عليه. بعد ما نزلت عليهم بقى بالطريقه دي هنزل كل النشا اللي موجود في الطبق وهديها تقليبه كويسه جدا خالص. ده كله على البارد، يعني ده كله انا مش حاطه اي حاجه على البوتاجاز خالص. بعد ما اقلب ده كله بصوا يعني بالطريقه ديت استحاله طبعا انتوا عرفتوا احنا بنعمل ايه. دي المهلبيه، استحاله ان المهلبيه تكلكع معاكي او يعني بتبقى معاكي مية مية. هاخد الحله بقى وهحطها على النار، اديها تقليبه كده، افضل اقلبها بقى وطول ما هي على النار عشان خاطر ما تكلكعش من، يعني كل فتره وفتره كده بالمضرب اليدوي معايا. اول ما تبدا تفور برضو بصوا ما شاء الله فرت معايا، والقوام بتاعها عامل ازاي رهيب. ال6 معالق يعني مظبوطين جدا النشا. اديها بس تاخد فورتين بس عشان خاطر انا حطيت ميه على اللبن. الناس اللي عايزه تعملها بلبن كلها تمام. انا بحبها خفيفه كده انا وولادي، فبحط 3 كوبايات لبن و4 كوبايات من الميه تمام. هي كده فرت معايا تمام ما شاء الله تبارك الرحمن. ده القوام الجميل للمهلبيه. استحاله يعني بصي كده قوامها تحفه، ولا ان هي تطلع معاكي تقيله ولا هي تطلع معاكي خفيفه. ده القوام المظبوط للمهلبيه بقى. هسيبها بقى لحد لما تبرد. هي عملت معايا اطباق اكبر من دي بس عشان خاطر الطقم ده لون واحد فانا عملتها في اطباق تانية. بعد كده بقى هاجي اعمل الجيلي بتاع المهلبيه. هجيب حله وانزل بكوبايه من الميه. هسيب الكوبايه دي بس لعند لما تفور معايا تمام كده. انا سبت المهلبيه لعند ما تبرد، لان المهلبيه لازم تبرد قبل ما احط عليها الجيلي، والجيلي كمان لازم يبرد عشان خاطر ما يخليش ان المهلبيه تسيب وتطلع منك من الطبق تمام كده. طيب فانا عملت المهلبيه الاول عشان اسيبها تبرد قبلها قيمه نص ساعه كده، وبعد كده بعمل بقى الجيلي يعني تهدى بس تبرد كده منها. بحط كوبايه بقى من الميه واخلي الميه دي تغلي كويس، الكوبايه دي تغلي كويس. اول ما بتغلي معايا هدي بس النار وانزلي بباكو من الجيلي. ده باكو من الجيلي بطعم الفراوله. في اطعم تانية براحتك اللي انت عايزه الطعم اي طعم انت عايزاه، بس هو طعم الفراوله بيبقى طعم جميل خالص. نزلت بباكو من الجيلي هديله تقليبه كده وياخد فوره بس في الميه كده. اول ما ياخد فوره بالمنظر اللي انتوا شايفينه يفور مع بعض كده فوره، هنزل عليها بكوبايه من الميه البارده تمام. لو انت الاطباق عندك كميتهم اكبر من كده انزلي على فكره برضو بنص كوبايه كمان، برضو هو الجيلي هيبقى جميل وهيمسك كمان وبرضو مش هيتغير. بعد ما بفور بقى اطفي عليه، بس بقى ما تحطيش الجيلي على طول على المهلبيه كده. استني بس لعند لما الجيلي يهدى ويبرد عشان خاطر ما يخليش المهلبيه تطلع من الاطباق. طيب اول ما
الجيلي بصوا ما شاء الله، اول ما الجيلي برد نزلت بقى عليه على المهلبيه كده، بصوا ما شاء الله. هحطه في التلاجة بقى. بعد بقى ما حطيت الجيلي بقى على المهلبيه وطلعته من التلاجة بقى، بحطه في التلاجة قيمة برضو نص ساعة يربط معايا بقى، وبطلعه بقى بالشكل الخرافة اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله ماسك وشكله حكاية، وطعمه اقسم بالله طعمه رهيب خالص. ارش عليه بقى جوزة هند كده تزين الاطباق معايا بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزين ترشوا جوزة هند عادي، دي بس للتزيين كده زي ما انتوا شايفين كده. جربوا بص الطريقه ديت وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويا ريت ما تنسوش تنزلوا في التعليقات وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.